نازل تشتري جهاز فيب جديد واحترت في اللي قدامك. كل محل بيعرض قدامك اجهزه كتير جدا، الفرق في السعر بينهم برضه متباين، وانت مش فاهم ايه الفروق وليه اشتري ده وايه الافضل في ده عن ده وليه اخد ده وما اخدش ده. الاجهزه كتير في البوت سيستم، بس تعالوا نقسمهم الاول لاجهزه اقتصاديه واجهزه احترافيه. الاجهزه الاقتصاديه هو جهاز ما فيهوش شاشه، بيشتغل معاك على طول، مفيش زراير، مفيش تحكم في اي حاجه، بس على فكره بيأدي الغرض. اكسليم جو كيت اشهر جهاز اقتصادي. مينيويل جي 3 لايت جهاز معقول. ساوندر كيو 2 من جيك فيب وهنتكلم عليه. الفئه الثانيه هنسميها الاجهزه الاحترافيه. الجهاز الاحترافي بيبقى فيه زراير وساعات تاتش سكرين، تقدر تتحكم في الوات اللي خارج، تقدر تشوف بيانات على الشاشه زي شربت كام باف، البطاريه فاضل فيها قد ايه، واوبشنز تانية كتير تعالوا نتكلم عليها. من اكسفا احدث اجهزه جهاز النكسلين. من يويل جهاز جي 3 برو جديد، وكمان من يويل جهاز الجي 3 كوكو برو الجديد. من جيك فيب وينكس كيو برو، واحدث اجهزه جيك فيب وينكس كيو الترا. يلا هنفتح جهاز وهنتكلم عليهم، وكمان هنتكلم عن الاسعار في السوق وايه الفرق بينهم ومين الافضل لي.